السلام عليكم يا شباب، معاكم ادهم عصام. قابلتوني قبل كده في فيديو كنا بنتكلم فيه عن سايت بيستخدم في تلخيص مثلا المحاضرات بتاعة المذاكرة اللي هو نوت بوك ال ام. والمرة دي احنا جايين بسايت جديد مختلف هنتكلم فيه عن موقع هو بيساعدك ان انت تفهم البيبر وان انت تلخصها، وبيلخص لك النقطة المهمة او بيلخص لك البيبر دي بتتكلم عن ايه. طب ايه هو الموقع بتاعنا ده او ايه هو السايت بتاعنا ده؟ هو اسمه explain explain paper. تمام. هو موقع فري عادي جدا، بس في نسخة منه ابجريد. تعال نشوف الابجريد بتعمل ايه. يعني النسخة الفري هو عادي يعني بيعمل لك اكسبلينيشن زي ما هنشرح قدام. بيخليك تسأل شوية أسئلة. تمام. طب ايه هي النسخة بلس؟ النسخة بلس بتعمل لك ملخص للبيبر كامل. يعني بتسهل لك الدنيا اكتر. وفي النسخة البرو طبعا احنا هنشرح عن النسخة الفري، ولو حد معاه بعد كده يشترك في النسخة بلس البرو فهيتمتع بمميزات اكتر يعني. طيب نرجع بقى تاني. انت اول ما تفتح الموقع هيقول لك ستارت، فهتدوس ستارت عادي وتسجل بالاكونت بتاعك. تمام. مفيش فرق بين الاكونت هنا بتاعك العادي والاكونت بتاع الجامعة مثلا عشان يديك مميزات. هي دي الفكرة كلها. بعد كده دلوقتي بقى هنحمل فايل او هنشوف ازاي هنتعامل. فهنعمل ايه؟ هندوس ابلود بي دي اف والدراج اند دروب فايلز. هنختار مثلا بيبر تتكلم مثلا عن ميديكال ريسيرش. يفضل ان هو يبقى الاسم واضح كده، مش شوية ارقام، ان هو مش بيفهم الارقام دي، مش بيفهم البيبر بتتكلم عن ايه. اي اي برضو. فا اوكي، خدنا مثلا ال الريفيو دي بتتكلم عن الانفلاماتوري بول ديسيز. ده اوتو اميون ديزيز بيحصل في الجسم يعني. فاوكي ندوس بيجان ريدنج ونشوف هيعمل ايه. وطبعا مش هيعمل حاجه في الاول، بس هو دلوقتي بيحمل البيبر عشان يفتحها. اوكي ننتظر معاه. اوكي تمام. كده هو فتح معانا البيبر اهي. وهنا جايب لنا 3 خانات: البيبر والاكسبلين والشات. طب نبدأ بالبيبر. البيبر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن هو بيقول لك ايه هي الفكرة الرئيسية من الريفيو ده او الريسيرش ده. فهنا الفكرة الرئيسية إن هو بيناقش التحديات اللي اسمه إيه؟ اللي بتواجهنا في اللي هو التشخيص والعلاج بتاع المرض ده اللي هو inflammatory bowel disease. وده عن طريق ميثودز مختلفة إحنا بنحاول نعملها. تمام. فهنا هو جاب لك البيبر دي كفكرة عامة بتتكلم عن إيه. طب أوكي، أنت بقى الفكرة عجبتك وعايز تبدأ تقرا في البيبر. طب افرض في حاجة مش فاهمها، فنيجي لخانة الإكسبلين. خدت اكسبلين دي هتعمل ايه؟ زي مثلا في الانترودكشن هو بيقول لك الاي بي دي عنده كرونيك انفلاميشن بتأثر على القناة الهضمية. تمام. فانت مش فاهم مثلا الجزء ده بيتكلم عن ايه. فهنعمل كده عليه. زي مثلا هنعمل كده هنقف لحد هنا لحد الفاكتورز. تمام. هو هنا جاب لك اللي انت علمت عليه. فنعمل اكسبلين. هو ثانية بس عشان الجهاز معلق. هو هنعمل اكسبلين على طول. طبعا النسخة الأبريد أنت هتبقى بتسأل شات جي بي تي، هو هيسألك شات جي بي تي. فدي من مميزات النسخة الأبجريد يعني. اوكي سو هنا هو وضح لك احنا كنا واقفين لحد هنا، هو وضح لك الحتة دي بتتكلم عن ايه. تعال نشوف. هو بيقول لك ان هو ماركت ثانية. أوكي، هو بيقول لك هنا حدد لك مكان الإصابة بتاعته فين. وبيقول لك انه احنا مش عارفين نحدد فاكتور دي. تمام. سواء هي جيناتكس او مشاكل في الاميون سيستم او في الانفايرومنت البيئة اللي هو عايش فيها. تمام. فهو هنا بيناقش يعني في الحتة دي، او عايز يفهمك ان في اسباب كتير ممكن تسبب المرض ده. وهكذا بقى لو فضلت مثلا كل شوية تختار حاجة تانية وعايزه يعمل لك ليها اكسبلين تفهمها. زي مثلا احنا ايه، او ثانية تعالوا نجرب نخليه اكسبلين ايه هو الانفلاماتوري اي بي دي عشان يفهمنا برضو احنا اصلا او ايه هو المرض ده. تمام. هنا هو بدأ يقول لك، هو يتكلم عن المرض. تمام.
ويقول لك ايه هو اللي بيسببه، وايه هي السيمتومز، ايه هي الاعراض اللي هو بيسببها، اللي هي البين، ابدومينال بين، وجع في البطن عامه. وفي منه نوعين، الكرونز ديسيز، وفي نوع تاني اسمه، ثانيه، هو بيقول لك كرونز ديسيز ده بيأثر على ايه، تمام. وفي نوع تاني في البيبر هو بيناقشه، اللي هو اليو سي ده بينق بي او بيخلي اعراض معينه تظهر في اماكن معينه. والسي دي اللي هو كرونز ديسيز بيخلي في مناطق تانية، تمام. فده كان الموقع معانا، هو موقع لطيف. مش ان انت تعتمد عليه، الفكره ان انت تفهم منه حاجه، يعني تكسبلين، وان انت تفهم الفكره العامه للبيبر. زي ما قلت لكم، البيبر لازم تكون اسمها واضح، مش شويه ارقام، ان هو مش بيحفظ شويه ارقام. تعالوا اوريكم هنا مثلا. هنا انا فضلت اخليه يقرا البيبر، عشان البيبر كانت شويه ارقام زي ما وريتكم. هوريكم. يعني مثلا كنت واخد البيبر دي، تمام، فهي شويه ارقام، فهو ما فهمش شويه الارقام، فكل ده كان قاعد فيها يحمل فيها وما حملش في الاخر. فيفضل ان اللي انت تحطها يكون اسمها واضح. بس كده، ده كان الموقع بتاعنا. موقع لطيف زي ما قلنا. وانتظروني في فيديوز جاية هنشرح حاجات تانية كتيرة. ونورتونا في سلسلة ال AI tools، أتمنى إن انتوا تستفادوا. والسلام عليكم.